عشاق السمك يا جماعة يجمعوا عندي النهاردة بألف هنا وشفا. وزي ما انتم شايفين بصوا السمك وجماله وطعامته بألف هنا وشفا، جميل جدا. وعملنا تحتيه خضار، بصوا الخضار دايب دوب كده من جماله ومن طعامته، شارب بقى من التتبيلة اللي احنا عملناها. ده سمك بولتي عادي. وعملت كمان جنبه سردين من اللي هو النيلي البلدي ده الجميل. بصوا تحفة، منضفة بطنه ومنضفاه ومخلياه زي الفل. عملنا بقى سلطة خضراء وعملنا رز صيادية ومسقعة. جبت هنا اول عندي حاجة توم كتير وكزبرة وكم قرن فلفل. هنضرب كل الحاجات دي مع بعض كده في الخلاط، اسفة في الكبة. هنفرمها فرم ناعم. بعد ما افرمها فرم ناعم هقوم جاية بقى مفضياها في طبق وضايفة عليها بقية المكونات او بقية البهارات. جبت عندي بقى هنا شوية ملح طبعا. وبعد كده حطيت كمون وكزبرة ناشفة، وحطيت بهارات سمك، وحطيت شوية توم باودر. ولو عايزة تحطي بصل باودر حطيه عادي يعني برضه. وادمجي بقى كل الكلام ده طبعا مع شوية زيت، وادمجي بقى كل الحاجات دي مع بعض. دي اللي هتبقى الحشوة اللي هنحشي بيها السمك بتاعنا، او الخلطة اللي هنكمل بيها الوصفة من اولها لاخرها. حطيت شوية زيت، وطبعا جبت عندي ليمونتين بقى 3 او ليمون كتير نحطه على على الخلطة دي. هنا بقى السمك بتاعنا اهو، السردين وادي البولتي. غسلتهم وفتحت بطنهم ونضفتهم كويس جدا. وبعد كده خدت بقى بصوا السردين بتاعي بقى منضفه بطنه ومخليه فل ازاي. بحط عليهم بقى شويه ملح وشويه كمون كده واركنهم على جنب لحد ما ابتدي في اي حاجه فيهم يعني. بعد كده بقى جبت الحشوه وملحت بقى السمك من جوه، او مليت بطنه كده بالحشوه دي. بصوا بقى بطن السمكيه عايزه اوريها لكم انها بصوا بسم الله ما شاء الله نظيفه وزي الفل. اخلص بقى كميه السمك بتاعتي كلها بالحشوه دي. طبعا السردين مش بنحشيه، السردين بنرش عليه من على وشه كده من نفس التتبيله دي، او من نفس الخلطه اللي احنا عملناها دي. بعد كده جبت بقى عندي البصل، جبت بصلايه، وجبت عندي كام قرن فلفل وطماطمايه وكام طماطمايه بطاطستين كده. هنقطع بقى كل الخضار ده جوليان او جوانح او طرنشات. تمام. وبعد كده بقى ندمج كل الخضار ده مع بعضه ونحط عليه من التتبيله اللي احنا عملناها في اول الفيديو. وبعد كده نشوف هنكمل الوصفه او الخضار بتاعنا ازاي او هنعمله ازاي. قطعت بقى هنا الفلفل برضو بنفس الطريقه، وهقطع البطاطس بنفس الطريقه، والطماطم طبعا. بعد كده كل دول احطهم مع بعض، واقوم جايه حاطه عليهم بقى معلقه كبيره من الخلطه اللي احنا كنا عاملينها في اول الفيديو، وادمج بقى كل ده مع بعضه كده. تمام. بعد كده بقى اجيب صينيه عندي واقوم جايه حاطه فيها الخلطه دي او جزء من الخلطه يعني، علشان طبعا انا هعمل بيها الوصفتين. حطيت بقى كده في الصينيه في قاع الصينيه، عشان الصينيه دي اللي انا احط فيها البولتي بتاعي، بدل ما نقلي بقى ويبقى الاكل كله بيبقى يعني طبعا مش مفيش غنى عنه ان احنا ممكن نقلي، بس النهارده يعني انا حبيت اعمله خفيف كده، فحبيت اعمله في الصينيه. والله لما ما كنتش بحب الاول اعمله كده، بس لما جربته وعملته في الصينيه لقيته اخف واطعم من ان احنا لو قليناه. فاهمني؟ ولو انت حابه تقليه برضو براحتك، بس انا يعني حبيت اعمل بشكل مختلف النهارده. رصيته كده، وبعد كده جبت بقى عندي السردين رصيته برضو وحطيت عليه كده شرايح ليمون، وطبعا عصرت ليمون عليه كتير. وبعد كده هاخد من نفس بقى الخضار اللي احنا عاملينه، هحط على وش السردين بتاعي. وبعد كده بقى اخدهم ادخلهم، احط شويه زيت تاني وادخلهم بقى الفرن لحد ما لحد ما يستوي. وبعد كده اشغل عليه الشوايه حاجه بسيطه عشان ياخد لون ذهبي، ونكمل بقى بقيه الوصفات بتاعت اليوم. طبعا لازم سمك يعني رز الصياديه. جبت بصلايه كبيره وقطعتها كده، ولما خدت لون بني زي ما انتم شايفين بشويه زيت بقى احط بقى الميه، احط بقى ميه سخنه عليها كده على الرز بتاعنا بتاع الصياديه. بعد كده غسلت كوبايتين رز بقى ورحت جايه ضايفهم على على الميه بعد ما غليت، طبعا مع الملح، ما تنسيش الملح، مع معلقه ملح. قلبت بقى كده وهسيبه لحد ما يتشرب. ههدي عليه النار واسيبه يكمل تسويه. جبت هنا عندي بتنجان كوبي وغسلته كويس، وبعد كده بقى بقشره كده، وبعد كده هقطعه مش حلقات ولا دواير، لا
اعمله بقى مكعبات كده. الطريقه ديت بتبقى جميله جدا وسهله، بالذات مع السمك، تحفه بجد. وممكن كمان نعمل بطاطس محمره لو حابه، بس احنا كاسكندرانيه يعني بنحب نعمل كده. نعمل السمك بنعمل جنبه مسقعه، وبنعمل جنبه بطاطس محمره. معرفش بقى في محافظات تانية بيعملوه ازاي بصراحه. هنا بقى حطيت عليه شويه ملح وقلبت كده وسبته لحد ما ينزل ميته. جبت هنا عندي يعني بتاع 5 طماطمات كده، هفرمهم فرم خشن في الكبه، وهركنهم بقى على كده على جنب. بحب انا المسقعه بتاعت عامه بنعمل لها الطماطم خشنه مش ناعمه. حطيت بقى هنا البتنجان بتاعي يتحمر، بس منزل ميته ازاي. حمرت بقى اول طاسه وطلعتها كده. بعد كده بقى احط الطاسه التانية برضو، وبرضو نحمرها ونطلعها. بعد ما حمرت بقى البتنجان بتاعي هاركنه على جنب، وبجيب بقى طاسه تانية احط فيها شويه زيت. وبعد كده طبعا مع شويه الزيت احط بقى ايه الفلفل السبايسي. ما بحطهوش في نفس الطاسه اللي انا كنت محمره فيها البتنجان، عشان ما يبقاش البتنجان يعني لما اجي استخدم الزيت تاني ما يبقاش حراق، فاهمني؟ فبحطه في الطاسه اللي انا هعمل فيها المسقعه نفسها. هنا كده شوحت الثوم مع الفلفل، بعد كده نزلت بالطماطم. بعد كده احط معلقه صلصه واحده بس معلبه عشان تعزز اللون. وطبعا احط بقى بعد كده بهاراتي. ماشي. احط بقى كمون تاني وكزبره، شويه فلفل اسود صغيرين. وبعد كده اقوم جايه ضايفه شويه ميه، ولما يغلوا بقى كل دول يبقبقوا كده مع بعض ويشربوا من بعض. طبعا متنسيش الملح، بس طبعا ايه ما تحطيش ملح كتير. نزلت بقى لما الصلصه غلت، نزلت بالبتنجان كده زي ما انتم شايفين. هقلب وادمج بقى ويغلي غلوتين، واقوم جايه طفي عليه وركناه لحد ما ايه، لحد ما نشوف السمك والرز بتاعنا. هنا خلاص كانت بقبقت كده، هاخدها اركنها بقى. اهو بصوا ركنتها بقى لحد ما تهدى. الرز بتاعنا كان خلاص كده يعني وطيت عليه يتلدم. عملت بقى سلطه خضراء طماطم، وبقيت الكزبره قطعتها مع بصل مع خيار، و اللهم صل على النبي بنجر. هنا طلعت السردين، وهنا رز خلاص كده تمام استوى، طفيت عليه. طلعت كمان بقيه الاكل. وبصوا الاكل غرفناه بألف هنا وشفا.